السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جبت لكم وساد كرنطيطة. هذه الوصفة سهلة، 2 حبات بيض، عندنا الكمون وعندنا الزيت، عندنا الملح. في ريسيبيون نجيبو اول حاجة نديروها نحلو الساشي تاع الكرنطيطة تاعنا، او نسا مرحية كرنطيطة. نديرو شوية كمون، نخلطو ناشف، نديرو شوية ملح، نكسرو 2 حبات بيض ديالنا على ضربة، وطبعا كاس زيت ما نساوش. نحركو نخلطو كلش. طبعا قبل ما نخلطو نديرو الماء تاعنا كيما راكم تشوفوا، ونخلطو. الخليط ما لازمش يجي ثقيل، يعني لازم يكون على هاد القوام. انتو راكم تشوفوا عينكم هي ميزانكم. يعني كيما رميت الماء زدت غير شويه، ها هو، وما يخلعكمش، يعني راح تشوفوا النتيجه في الاخر. نوجدو السنينه تاعنا باش نحطو الكرنتيطه تاعنا او الكرنتيطه تاعنا في السنيوه. بهذه الطريقه نحطوها في الفرن ونخلوها طيب على درجه حراره 180. وطبعا تعسوها لانها ما لازمش تنشف بزاف باش ما تجيكمش يابسه. وها هي الكرنتيطه تاعنا طابت ما شاء الله. كيما راكم تشوفوا هنا حنقطع يعني مرسو باش تشوفوا كيف جات القوام تاعها. روعه روعه، لما تشروها برا وتودوا ديروها في الدار. نتمنى الفيديو تاع نهار اليوم عجبكم، ما تنساوش تشاركوا في القناه مع لايك، ونتلاقاو في فيديوهات اخرى من وصفات اخرى. نور هانم كويزين استوسي غاتو. سلام.